أنا تعبت خلاص مش قادرة. لو أنتم زيي وساعات بتقولوا لنفسكم الجملة دي، يبقى محتاجين تسمعوا تردوا على نفسكم وتقولوا لها إيه لما تقول لكم أنا تعبت خلاص مش قادرة. الجملة دي أنا باقولها لنفسي في حاجات كتير، ولكن خلّيني أشارككم موقف ليه علاقة بابني الكبير. أنا باقول لنفسي تعبت، تعبت، باتعب، يعني أنا باتعب معاه في حاجات لإن هو شخصية كده يعني بيركّز في التفاصيل و ويعني في حاجات standard كده معيّنة بيبقى طالبها، المهم الموضوع ده مُهلِك، مُهلِك بالنسبة لي كأم مُهلِك أوي. فلمّا باتحط في الموقف وبالاقي نفسي باقول خلاص أنا تعبت، تعبت مش قادرة، دايمًا بافكّر نفسي بالحلو في الصعب اللي أنا عايشاه ده. طَب إيه الحلو في الصعب؟ الحاجات اللي مطلوبة منّي بالضبط بالملي، إيه الصعب بقى اللي فيها؟ إيه الحلو قصدي اللي في الصعب ده؟ إن أنا باقول هو مسؤول، ملتزم، منظَّم، فدايمًا أفكّر نَفْسي اللي هو إيه، هو مسؤول، ملتزم، منظَّم، ودي حاجات مهمة، ودي حاجات برضه كنت هاتعب عشان أعلِّمها له، فخلاص يا هاجر وأصبّر نَفْسي. فاللي أنا عايزة أقوله لكم إيه، اللي أنا عايزة أقوله لكم لمّا نَفْسكم تقول لكم أنا تعبت خلاص مش قادرة، دوّروا على الحلو في الصعب اللي أنتم عايشينه ده، إيه هو الحلو في الحاجة الصعبة اللي أنا فيها دي؟ إيه هي الميزة جوّه الصعب اللي أنا باعمله ده؟ دي كانت أول حاجة. تاني حاجة هاشاركها لكم في الريل اللي جاي، وتاني حاجة دي مفعولها بيبقى لحظي، أنا جربتها مع أختي وفعلًا مفعولها لحظي، هاحكي لكم الريل الجاي.